5 حاجات متعرفوهاش عن المتحف المصري الكبير. اول حاجه ان المتحف ده بدايته كانت في 2002 لما الرئيس حسني مبارك حط حجر الاساس بتاعه، بس بعد كده المشروع وقف بسبب الثوره ورجع تاني في 2014. رقم 2، المتحف ده يعتبر اكبر متحف في العالم مخصص لحضاره واحده، بمعنى ان مفيش اي متحف موجود في العالم موجود فيه كم الاثار دي لحضاره واحده بس. ورقم 3، تمثال رمسيس الثاني اللي واقف في المدخل الرئيسي للمتحف اتنقل مرتين، مره اللي هي المره الاخيره في 2018 لما اتنقل من ميدان رمسيس للمتحف المصري الكبير، ومره من مكانه الاصلي في المنيا في 1955 للقاهره لميدان رمسيس. رقم 4، المتحف فيه اكتر من 5000 قطعه من كنوز توت عنخ امون لوحده. ورقم 5، المتحف معمول على مساحه اكتر من 500 الف متر مربع، وفي قاعات بيئيه متخصصه بتحافظ على درجه الحراره لكل قطعه اثريه حسب نوعها، يعني التماثيل محطوطه في درجه حراره غير المومياوات غير ورق البردي، ده غير ان التصميم بتاعه معمول بحيث انك تشوف الاهرامات، وفي اوضه مخصصه اصلا لرؤيه الاهرامات واللي بتعتبر منطقه بانوراميه جوه المتحف بتشوف من خلالها الاهرامات بوضوح. بس اعتقد دي حاجه كلنا عارفينها، لكن دول